السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لفت انتباهي مقطع رجل ثماني، نظرات عيونه نظرات حقيقية، نظرات واقعية، نظرات تشكي الحزن والألم والمأساة الذي عاشها مسكين. الرجل هذا من نظرات عيونه تحسه شريف قوي بمعنى الكلمة، قوي ما يخضع للذل أبدا. ما أدري من اللي في المستشفى، زوجته أو عمته أو خالته، ما أدري. المهم المستشفى طلبت منه 2 مليون ريال. قام أخذ باص صاحبه. أنا القصة أعطيكم إياها لأنه شفتها بس على السريع، بس أنا الذي لفت انتباهي مأساة الرجل، من داخل فيه شيء وخارج يحكي شيء ثاني، والله العظيم. المستشفى طلبت منه 2 مليون، راح جاب باص صاحبه أو باص واحد من أخوياه أو يقرب له، قال لهم هذا الباص رهن عشان نسدد قيمة الأدوية في هذه المستشفى. خلوا الباص برا ودخلوا يخلصوا إجراءات الرسوم. في المطر كان غزير، جاء السيل وجرف الباص، لا حول ولا قوة إلا بالله. فشاف واحد صاحب شايول، قال له يا أخي بالله انقذ لي الباص لأنه أنا طرحته رهن بالمستشفى وكذا وكذا. قال له صاحب الشايول ما أقدر أشيل لك الباص إلا ب500,000، تصير كاش بيدي الحين، جيبها وأنا أرفع لك الباص. لا حول ولا قوة إلا بالله. في الرجال يوم كان يحكي القصة والباص يشيلوه بالونش، تحس من داخله قهر قوي ما يبغى يبينها للناس. عيونه تحكي، عيونه حكت أشياء سبحان الله، لا خضع للذل ولا خضع للمهانة، سواء بالمستشفى أو حتى الفيديوهات الذي كانوا يصوروا معه ويقولوا له إحنا بننشر وبن كذا، وهو تحسه إنه يستحي. فاسأل من الله العلي العظيم إنه يعوضه.